ليه معظم الرجالة بتميل للبنات اللي بتبقى لعوبة شوية؟ تعالي معايا في الفيديو ده وانا هقولك بيسيبك ويروح يرمرم ليه. انا قلت قبل كده في فيديو ليا سيب الواد يحبك حب الواد يسيبك. الرجالة بتميل للبنات اللي بيبقوا لعوبة او بيبقى عارف ان هي مش كويسة، او مثلا بنت ما ينفعش ان هو يتجوزها بس بيحبها. نص المشاكل ازاي يسيبني انا ويروح لدي، ازاي يسيبني انا المؤدبة المحترمة ويروح يبص على انا اقولك ليه. لان اللعوبة هو مش فارق معاها، بمعنى لما بيرن في غيره 15 واحد فهو اخر اهتماماتها، بتبقى قارية بحكم خبرتها، بيبقى مش فارق معاها يكلمها ولا ما يكلمهاش، مش في دماغها لان في غيره. بيبقى اي كلام هو بيقوله بالنسبة لها هوا، خرجت تمام ما خرجتش تمام، هو مش فارق معاه. كلمها تمام ما كلمهاش هي مش هتتصل، يعني هي ولا هتهتم بيه ولا هتتصل بيه ولا هيفرق معاها هو اتصل ولا مش هيتصل ولا في دماغها، لان اللعوبة بيبقى معاها راجل واتنين و15، فهو اخر اهتماماتها اخر ما في دماغها. فهو عشان كده الراجل لما يكون معاه طبيعي جدا انه يسيبك ويروح يجري وراها، لاني انا قلت قبل كده هما ما بيحبوش السلكة، ما بيحبوش اللي تهتمي زياده عن اللزوم، ما يحبوش المدلوقه عليهم، ما يحبوش اللي تبعت مسج وعلى طول سين. انا منبهه على موضوع السين في وقته ده صح. ما يحبوش اللي اول ما يرن عليها قبل ما يقول لي الكول تون دي الو ايوه يا حبيبي. هو بيحب اللي بتديه بالجزمه، هو بيحب اللي ما تعبرهوش، هو بيحب اللي مش مهتميه اصلا يرن ولا ما يرنش، هو بيحب ياخد على قفاه. حقيقه والله يا جماعه مش كذب، هم نصهم بيحبوا ياخدوا على قفاهم. لان دايما الست اللعوبه هي اللي بتكسب، هي بتبقى عارفه كويس تتعامل مع النوعيات ازاي من كتر خبرتها. الناس الباقيه هي اللي بتروح في الرجلين. فالراجل لما يجي يسيبك وتبص ان هو سوري راح لواحده ما تسواش 3 جنيه، ما تستغربيش يا ماما، ما تستغربيش، لان هم ما بيحبوش اللي بيديهم وضعهم واللي مهتمه زياده عن اللزوم واللي بتقدر زياده عن اللزوم. هم بيحبوا اللي يرنوا عليها ما تعبرهمش. انت بتتقال عليا لا ده انا هجيبك، انت ما بترديش عليا ده انا لازم اخليكي تموتي فيا، انت مش مهتمه بيا لازم اخليكي ما تشوفيش راجل غيري. هم بيحبوا يدخلوا في صراعات كده، ما بيحبوش السلكان. عرفتي بقى ليه الراجل بيميل للست اللعوبه وما بيبقاش مايل للست المحترمه اللي بتحترمه واللي بتبقى قاعده قصاده؟ شير الفيديو.